في فيديو النهارده هنجرب نوع من الحلويات بيعتبر من اشهر انواع الحلويات في ايطاليا واسمه الماريتوزي. الصراحه شكله في منتهى الجمال ومتحمس قوي نجربه. كل اللي عايزه منك انك تتحمس معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنحتاج كوبايتين دقيق، بسم الله، معلقه سكر، نص معلقه خميره، نص معلقه ملح، وهنقلب. وبعد التقليب نص كوبايه حليب، بسم الله، معلقتين زيت، معلقة عسل، بيضة، كيس فانيليا، وهنقلب كويس. وأول ما توصل معانا للشكل ده هننزلها على الرخامة وهنعجنها كويس. وأول ما تلزق معاك بالشكل ده هنضيف عليها شوية دقيق لحد ما تتلم معانا وتبقى زي العجينة. وبعد ما لمينا العجينه بالشكل دوت كده هنجيب طبق وهنضيف سنه زيت وهندهنه كويس وهننزل العجينه، واهم حاجه ندهنها بالزيت. هنغطي العجينه وهنسيبها تتخمر لمده ساعه. ورجعنا لكم بعد مرور ساعه. هننزل العجينه على الرخامه وهنسويها كده بالشكل ده، وهنقطع العجينه 4 قطع. وهناخد قطعة من العجينة هنفردها كويس كده، وبعد ما نفرد العجينة هنمسكها كده بالشكل ده وهنضغط على الجزء ده كده. هنبدأ نبرم العجينة بالشكل ده، وهنيجي عند الطرف دوت كده هنقرص عليه ونديها لفة كده. ده كده أول شكل ليها. في شكل تاني ممكن نعمله برضو، هو إن احنا هنجيب قطعة العجين وهنلمها كويس ونبدأ نكورها كده، وهتبقى معانا بالشكل ده كده على شكل كورة. هيبقى معانا الشكل المستطيل ده والشكل الكروي. اسهل حاجة ممكن تعملها، هنحتاج صينية وهنضيف عليها ورقة زبدة وهنبدأ نحط عليها العجينة كده. هنبدأ نغطيها وهنسيبها تتخمر لمدة ساعة. ورجعنا لكم بعد مرور ساعة. اخر خطوة هندي لمعة للخبز. هنحتاج بيضة، معلقة حليب، بسم الله، كيس فانيليا، وهنقلب كويس. وبعد التقليب نقول بسم الله ونبدأ ندهن الخبز. وبعد ما دهنا العجينة دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة. ورجعنا لكم بعد ما خدت اللون الذهبي. بصوا بسم الله ما شاء الله استوت وبقت حلوة قوي. بصوا الجمال. ودلوقتي هنسيبها تبرد على جنب وهنبدأ دلوقتي نجهز الحشو. هنحتاج كيسين كريمة سريعة التحضير وهنضيف عليهم كوباية مية متلجة وهنشغل المضرب على أقصى سرعة لمدة حوالي 5 دقايق، بسم الله. وبعد مرور حوالي 4 دقايق هو ده كده القوام اللي احنا وصلنا له. وممكن نحشيها بقرطاس حلويات أو بالمعلقة، فراولة للتزيين. ودلوقتي هنجيب الخبز بعد ما يبرد وهنبدأ نقطعه بالشكل ده من النص كده، وهو ده الشكل المطلوب. دلوقتي هنجيب الكريمة، قطع فراولة، ونكمل فرد كريمة. وهنبدأ دلوقتي نساوي. قطع فراولة، رشة سكر بودرة، وهو ده الشكل النهائي. بسم الله ما شاء الله شكله حلو قوي. الصراحة ما كنتش اتوقع ان اوصل للنتيجة ديت. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا ندوق هذا الشيء الجميل. انا عايز اقول لكم ايه الجمال والطعامة دي. طعم الخبز مع الكريمة مع قطع الفراولة مدي طعم حلو قوي. لكن في معلومة، ان انت لو استخدمت اي نوع خبز وحطيت عليه كريمة وحطيت عليه قطع فراولة او قطع فواكه هيديك نفس الطعم. لان انا الصراحة لما دقت الخبز ما حسيتش ان هو فيه طعم مختلف عن اي نوع خبز تاني. هو الطعم، الاختلاف بس ان احنا ضفنا الكريمة وضفنا الفراولة.
وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.